قبل 3 أشهر ذيعنا حلقة على المدعو عمر شارون، وأوردنا فيها بعض المعلومات عنه وعن انتمائه لقبيلة الريزيغات وكيفية انضمامه لميليشيات الدعم السريع، وتحدثنا عن تاريخه الإجرامي وانتحاله لصفة ضابط بالجيش، هذه الجريمة التي سجن بسببها قبل الحرب، وكيف كان يعامل والده المعاق، وكيف كان يضربه حتى مات. وأكدت الأيام للجميع ما ذكرناه عنه، فميليشيات الدعم السريع لا ينضم إليها إلا حثالة المجتمع أسفل السفل، عديمي الأخلاق والمروءة والرجولة. في هذه الحلقة سوف نعرض تفاصيل أكثر عن عمر شارون، المرتكب الرئيسي لمجازر قرى الجزيرة. الاسم عمر السيد محمد إبراهيم، اللقب شارون، العمر 39 عام، السكن ولاية الجزيرة، وحدة المسيد الإدارية، قرية كاب الجداد، متزوج من رحاب سيف، وأب لعدد من الأبناء آخرهم ولد قبل 3 أيام من بث هذه الحلقة. وصل في التعليم إلى المرحلة الثانوية. عمر السيد أو شارون صاحب سجل حافل بالإجرام، سافر للمملكة العربية السعودية في 2009 وعمل هناك في مهنة سائق شاحنة، واشتهر بميوله الإجرامية بين زملائه في العمل، وأنه لا يتورع في عمل أي شيء منافي للفطرة السليمة ومخالف لقيم وتقاليد المجتمع. في 2017 اشتهرت قصة كانت مثار الرأي العام: سوداني يقوم بكسر أقدام مقيم مصري بسبب إساءته للسودان، وكان هذا السوداني هو عمر شارون. أصبحت هذه القصة مثار الحديث في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تناولتها عدد من الصفحات ذات الشعبية الكبيرة، كما تناولتها أيضا عدد من الصحف الإلكترونية. الحقيقة أن عمر شارون استغل حالة التوتر التي كانت سائدة في تلك الفترة بين السودانيين والمصريين على وسائل التواصل بسبب عدد من المواضيع، أبرزها موضوع حلايب وشلاتهم وإساءة الإعلام المصري للسودان. ساهم رواج قصته في فتح الباب له لصناعة علاقات متعددة بينه وبين عدد من الشخصيات من ضباط وأطباء وتجار، مستغلا في ذلك تعاطف الشعب السوداني مع القصة المختلق. الحقيقة أن الذي حدث هو حادث سير عادي قام عمر بتحويله لهذه القصة البطولية المتوهمة. هرب عمر بعدها إلى السودان في نهاية 2017 بعد اتهامه بسرقة سيارة من طبيبة، وأوهم أهله ومعارفه أن إبعاده من المملكة بسبب قصته المختلقة لكسره لأقدام المصري. وحال وصوله للسودان بدأ في تلبية رغباته الإجرامية. خطف زوجته الحالية التي كان على خلاف مع أسرتها بسبب رفضهم له، خطفها وأخفاها في منطقة بوتري، ولكن تم تحديد موقعها عن طريق مكالمة هاتفية بعد فتح بلاغ اختطاف في قسم شرطة الفتح 7. بعدها سلم نفسه، وانتهت وقائع هذا البلاغ بتسوية بينه وبين أسرة الزوجة، تتمثل هذه التسوية في زواجه منها، ويعود ذلك لفضه عذريتها في فترة اختفائها معه. بعدها استقر به المقام في منطقة الجريف غرب. استأجر عربة أكسنت مضلع من إحدى شركات الليموزين في الرياض حتى يمارس هوايته الإجرامية بشكل أكثر احترافية، وبعد أن أكمل مدة العقد رفض أن يرجع السيارة، وهو سيناريو مشابه لما قام به مع الطبيبة في المملكة العربية السعودية. قامت الشركة بفتح بلاغ في قسم الرياض، وكان وقتها يختبئ في منطقة كاب الجداد. وتفيد التقارير أن بعض ضباط قسم المسيد كانوا يتعاونون معه، حيث كان يتردد على القسم ويجلس معهم حاملا لطبنجة غير مرخصة. انتهت مشكلة العربة بتسوية مالية بعد القبض عليه وإيداعه حراسة قسم الرياض. اتجه بعدها لنوع آخر من الإجرام، وهو انتحال الشخصية، فكان ينتحل صفة ضابط في الجيش السوداني برتبة نقيب، وقد برع تماما في إتقان الدور، ومن خلال ذلك استطاع أن يخلق علاقات واسعة وسط سيدات الأعمال المقتدرات، حتى تعرف على إحدى الفتيات ميسورات الحال، وتطورت العلاقة بينهما إلى مرحلة تبادل الصور الإباحية. بعدها حاول ابتزاز تلك الفتاة بالصور مقابل المال، ولكن الفتاة كانت حصيفة، حيث احتفظت بسكرينات الابتزاز وأوقعته في شرك نيابة المعلوماتية، وتمت إدانته والحكم عليه ب10 أعوام كان يقضيها في سجن الهدى حتى قامت الحرب. بعد أيام قليلة من تمرد ميليشيات ألدغلو،
قامت الميليشيا باقتحام سجن الهدى بغرب أمدرمان وأطلقت سراح جميع السجناء. أكان من بينهم عمر السيد. سرعان ما انضم عمر السيد إلى الميليشيا مستغلا صلة الدم التي تربطه بأفرادها، وخلال الأيام التالية لذلك تواجد شارون في مناطق شرق الخرطوم وتحديدا مناطق الجريف والمعمور والكويت كمرشد للميليشيا بحكم معرفته المسبقة بالمنطقة التي أقام فيها بمنزل أحد أقاربه الواقع بالقرب من قسم شرطة جريف غرب. مباشرة قاد المدعو عمر السيد الميليشيا في عمليات سرقة واسعة لمنازل تلك المناطق، وكان يقوم بتخزين المسروقات في منطقة كاب الجداد بمساعدة بعض أقاربه. هذا الأمر أثار غضب الشرفاء من أبناء كاب الجداد الذين تحدثوا معه ومع أخيه عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية، والذي بدوره تبرأ منه ومن أفعاله. هذه ليست المرة الأولى التي يتبرأ فيها منه، فقد فعل ذلك مرارا بسبب تصرفاته المخزية. لكن الغريب فيما بعد أن عبد الرحمن أصبح من المدافعين عن عمر السيد، بل ومعجب جدا بتصرفاته والفظائع التي ارتكبها. قبل اجتياح ميليشيا الدقلو لولاية الجزيرة كان عمر السيد المعروف بشارون يهدد كل من يقف في طريقه من أبناء كاب الجداد بالقتل والسحل. وبعد اجتياح الولاية نفذ تهديداته وأصبح مسؤولا عن منطقة كاب الجداد، حيث كان يجمع الضرائب من السوق ويسجن ويقتل كل من يحترض طريقه، كما أقام عددا من نقاط الارتكاز داخل وخارج كاب الجداد. يتلخص عمل هذه الارتكازات في جمع الأتاوات والجباية من الأسواق وفرض رسوم عبور على المواصلات الداخلية. لم يكن يعمل بمفرده، بل كان يعامله عدد من أبناء المنطقة، منهم صلاح وعبد المنعم وغيرهم، الذين كانوا يهددون المواطنين عبر ميكروفون المسجد في حال لم يستجيبوا لأوامر شارون. تواصل النهج الإجرامي، فبعد توليه قائد لمنطقة كاب الجداد بموجب السلطة الممنوحة له من قيادة الميليشيا، قام بنشر عدد من الارتكازات من منطقة الجديد مرورا بالطريق المؤدي غربا إلى كاب الجداد وما يجاورها من قرى. ومهمة هذه الارتكازات تتمثل في جمع الأموال من المواطنين، حيث أن الطريق ممر إجباري لهم للوصول إلى قراهم. وقد أصبح جمع الأموال عملية تنكيل بعدد من المواطنين الذين كان بينهم وبين المدعو عمر خلافات سابقة، بالإضافة إلى ارتكاز ثابت في مستودع الري والذي يبعد مسافة 2 كيلومتر من منطقة كاب الجداد، بالإضافة إلى قوى أخرى متواجدة بقسم شرطة المسيد وارتكاز بالقرب من المقابر. وتتكامل أدوار شارون الإجرامية مع شخص يدعى أحمد، وهو من أبناء كاب الجداد ويسكن الجريف غرب، وهو القائد المسؤول من سوق ضوانبان، حيث يقوم بجمع الضرائب من العاملين بالسوق. يأتي كل صباح جمعة إلى منطقة كاب الجداد ويقومون باقتسام ما جمعوه من أموال، ويصاحب ذلك طقوس احتفالية تتمثل في ذبح الخراف وشرب الخمر والنساء. خطة شارون التي ذكرناها في الحلقة الأولى عنه الهروب إلى إحدى الدول المجاورة، ونتيجة لذلك قام بحفر جميع حساباته من مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يترك دليلا يدينه. ولم يفطن أننا احتفظنا بكل سجلاته. المدعو عمر السيد لديه سجل جنائي كبير، ويتقن التلاعب بمظهره وسلوكه للتهرب من السلطات. يرتدي ملابس بالدور الذي يتقمصه، سواء كانت ملابس عمل أو ملابس عادية أو زي رسمي. يستطيع تغيير تصرفاته وسلوكه ليبدو كأنه شخص عادي في المجتمع، مما يصعب التعرف عليه. يتمتع هذا المجرم بقدرة فائقة على التنكر والتلون، ولا يتورع حتى أن يرتدي ملابس نسائية ويخضب أيديه وأرجله بالحناء، وفعلها من قبل عدة مرات. الآن بعد ارتكابه المثبت لجرائم الجزيرة، أين المفر يا شارون وأين المهرب؟ قد عرض كثير من السودانيين مبالغ مالية وصلت لأرقام هائلة لمن يأتي لهم بشارون.